هاي كيفكن يا حلوين؟ اليوم الفيديو رح يكون غير عن كل مرة لأنكن بعتتولي أغرب اعترافات شفتها بحياتي. في اعترافات ضحكتني، وفي اعترافات صدمتني، وفي أشياء قلت مستحيل حدا يعملها. ويلا خلونا نبلش. لا، مو اعتراف، هاي بداية مسلسل مدرسي. أول شي طارت الأوراق، وبعدين انتو التنين وقعتوا. الحمد لله إنكم قمتوا بالسلام. أنا أكثر شي ضحكني إنك بعد 5 دقايق استوعبتي، يعني كنت عايشة الحوار للآخر مع حالك. لا، مو بس أخوك ضربك بالحذاء، بالنهاية انتي أخدتي ثارك وأبوك عطاكي العقوبة بداله. والله ضحكت من قلبي، خصوصي لما رميتي الحذاء وما شفتي مين فتح الباب. وأكيد بيستاهل كتير نأكل النمل. والله هاد أغرب اعتراف وصلني لحد هلق. شو كان ناقصكن بالأكل وقتها؟ لا، يعني بعمر 6 سنين بلشتي مشروعك السري؟ أهم شيء إنه بابا ما كان يخجلك. لا، تخيلي الحماس وبالأخير تدخلي على الحساب وما تلاقي شيء. عن جد فطستي العيلة كلها من النوم مشان ولا شيء. يا روحي، الفشلة مو بالعقوبة، الفشلة إنه الأستاذ كان سامعك وطلع وراكي. بس بصراحة 15 علامة و10 سلوك قاسية شوي. والبروفايل تبعك بتجنن مثلك. يا بنتي، انتي ما صدقتي حدا يراضيكي. كلبتيها طلب حفلة فوراً. لا، أخوكي شكله كان عايش الدور زيادة عن اللزوم. يا بنتي أهلك مفكرين كلبك فاضي، وهو الشامي حاجز المكان من زمان. لا، يعني من وانتي صغيرة وعندك هيبة بالمدرسة. بس أكتر شي ضحكني إنه الولد راح قال لي أمه إنه وقع لحاله. الحمد لله إنه القصة عدت على خير، بس شكله كان لازم ما يستفز عضلاتك وقتها. لا، تخيلي بنت عمته تسمعك وانتي نايمة عم تقولي بحبك وبموت فيك. وأنا أكيد كنت رح انحرج محلك لما سألتك شو كنتي عم تحلمي. لا، عن جد موتيني ضحك. تخيلي تقولي له الألف مبروك وتطلعي مو العروس، وبعدين كل ما تشوفيها تهربي. لا والله هذا الموقف لازم ينحكى بالفيديو. ضحكت من القصة بلشت لعب وانتهت بتعهد عند الإدارة. أهم شي هلأ صرتوا رفقات، يعني النهاية سعيدة. ها، يا ساتر، كنتي عاملة مختبر تجارب بالصحون ولا شو؟ ملاحظ صغير اللي عم يحكي ذكاء اصطناعي. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل شيء جديد. وبس بحبكم.